الفنانة هالة أنور من أروع الوجوه التي أبهرت شاشات التلفزيون والسينما منذ السبعينات القرن الماضي. جاورت كبار النجوم في السينما والتلفزيون وشاركت في سن صغير في الأعمال الفنية. الفنانة هالة أنور فنانة مصرية من مواليد 2 نوفمبر 1968. كانت بداية الفنانة هالة أنور من خلال برامج الأطفال عصافير الجنة. ظهرت مع أطفال ماسبيرو مع الفنان ممدوح عبد العليم وناصر سيف وإيناس عبد الله ومحسن محي الدين وسماح أنور وأحمد سلامة وعبد الله محمود وغيرهم من أطفال ماسبيرو. أحبت هالة أنور التمثيل منذ الصغر وفقا لحديثها. بدأت التمثيل وأنا صغيرة وقدمت أكثر من 476 عمل درامي وسينمائي. ومثلت أمام الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. قامت الفنانة هالة أنور بدور ابنتها في مسرحية قولوا لعين الشمس وكان عمرها وقتها 4 سنوات. كما إنها شاركت في سن صغير مع الفنان رشدي أباظة في فيلم من أجل حفنة أولاد مع رشدي أباظة وسهير البرشيدي وكان عمرها وقتها 3 سنوات. شاركت الفنانة هالة أنور في الأعمال الكلاسيكية. تهافت عليها المخرجين والمنتجين تأدية العديد من الأدوار في الأعمال الفنية. وشاركت عمالقة الفن زمن الفن الجميل منهم يوسف وهبي ومحمود المليجي وعبد الوارث عصر وفريد شوقي وسناء جميل وعبد المنعم إبراهيم وغيرهم. قدمت العديد من المسلسلات منها مسلسل الأيام مع أحمد زكي، مسلسل أديب مع نور الشريف، مسلسل سلمى مع صفاء بالسعود، وأفواه وأنارب مع عفاف شعيب، وإنهم يدفعون الثمن مع ليلى علوي، وغراميات زوج مع الفنان عبد المنعم إبراهيم وشيكار، والأصابع الثلاثة مع الفنان عبد المنعم إبراهيم. ومن أشهر أعمالها عصفور السعادة وصرخة بريء وأبواب المدينة. وقدمت برنامج ميم 7. وعن أسباب اعتزالها كشفت كواليس في لقاء تلفزيوني أكدت من خلاله أنها كانت مخطوبة لفنان مشهور دلوقتي داخل الوسط الفني ولكنها رفضت ذكر اسمه، خاصة أن لديه زوجة وأبناء. في وقت ما كان خطيبها اقنعها خطيبها بأن ترك الوسط الفني وده اللي وافقت عليه هالة أنور. وبعد كده اختلفوا في وجهات النظر لذلك انفصل عن بعضهم البعض. وقتها حست بالإحراج وبعدت عن الوسط الفني وقررت ذلك حتى لا يسألها أحد عن أسباب التي أدت إلى فسخ الخطوبة رغم تحذيرات التي كانت تلقتها من المحيطين بها من مخاطر الارتباط به أو بهذا النجم بسبب فارق العمر بينهم. وهو وقتها لم تهتم بهذا الكلام. الخطوبة استمرت لمدة 10 شهور. شاركت الفنانة هالة أنور مع الزعيم عادل إمام في فيلم الغول ولكنها أكدت أن بعد سنوات عادت وقدمت 5 أعمال درامية ومسرحية. اللي أعادها للفن قصته بالذكر هو ليلين الرملي. وكان آخر أعمالها أبواب المدينة الجزء الثاني سنة 1983 ومسرحية حضرات السادة العيال مع يحيى الفخراني ومسرحية 10 على 10 مع سيد زيان. وسنة 1984 أعلنت اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب. من 4 سنوات تم تكريمها في حفل ملتقى أطفال السينما المصرية.